السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ حلقة جديدة من سر الطبيعة من أبو عيسى. النهاردة هنتكلم على مجموعة من الأعشاب وهم 7 أعشاب. 7 أعشاب دول لازم يبقوا موجودين في كل بيت، وبالذات في الفترة اللي جاية دي. 7 أعشاب دول هنتكلم على كل الفوائد بتاعتهم إيه، إزاي أقدر أحضرهم، الفترة اللي هستخدمهم فيها، عدد المرات اللي هستخدمهم فيها يوميا. يا ريت نتابع الحلقة للآخر عشان نعرف الوصفة هتفيدنا في إيه وهنعملها إزاي. قبل ما نبتدي أستأذنكم تشتركوا في القناة وتعملوا لايك وشير وتعرفوا كل الناس اللي بتحب الرجوع للطبيعة إن القناة دي قناة سر الطبيعة. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ. إيه هي الأعشاب دي؟ الأعشاب دي زي ما احنا قلنا هم 7 أعشاب. نعدهم ونكتبهم مع بعض عشان نعرف إيه هي الأعشاب دي. أول حاجة الجنزبيل، الكركم، الحلبة، الروزماري، القرفة، النعناع، اليانسون. دول ال7 أعشاب. هنتكلم كل عشب إيه فايدته والفوائد بتاعته هتفيدنا في إيه. لو جينا نتكلم أول حاجة على الجنزبيل، الجنزبيل من أحسن الأعشاب اللي بتزود وبتنشط الدورة الدموية وبتحرق الدهون للناس اللي عايزة تعمل دايت أو إنها تخسس جسمها. تاني عشبة وهي الكركم. ده مضاد للالتهاب قوي، الناس اللي عندها التهابات في المفاصل، التهابات في جسمها عموما، وبيساعد كمان ان هو يشيل السموم من الجسم. العشبة الثالثة وهي الحلبة. الحلبة من اقوى الاعشاب اللي بتزود المناعة وبتقوي المناعة جدا وبتحافظ على الهضم. وفي نفس الوقت الناس اللي بيبقى عندها نحافة ممكن تستخدم الحلبة انها بتزود الجسم. طيب، العشبة الرابعة وهي الروزماري. الروزماري اللي احنا بنقول عليه اكليل الجبل، ده منشط قوي جدا للذاكره وبيزود التركيز جدا. عشان كده احنا بنقول احنا محتاجين الاعشاب دي الفتره الجايه في دخول المدارس طبعا لاولادنا، ربنا يحفظهم جميعا. العشبه الخامسه وهي القرفه. القرفه بتعمل توازن لنسبه السكر الموجوده في الجسم وبتدي برضه طاقه، يعني من الاعشاب اللي بتمد الجسم بقوه وبنشاط قوي. العشبه السادسه وهو النعناع. النعناع زي ما احنا قلنا قبل كده ان هو ده سحر مهدئ للاعصاب جدا وبيساعدك معاك في الهضم. الناس اللي عندها مشاكل في القولون بيساعدها جدا. الناس اللي عندها في انتفاخات في غازات الكلام ده كله، النعناع من ضمن الحاجات ومن ضمن الاعشاب اللي بتعالج حاجه زي كده. العشبه السابعه وهو اليانسون. اليانسون سبحان الله ان هو عشب متعدد، يعني بيعلي المناعه، بيريح المعده جدا، بيساعد على النوم الهادي، يخلي نومك ما فيهوش ارق. عشان كده احنا بنقول هو عشب، بالذات اليانسون، عشب شامل لكل الفوائد اللي احنا عايزينها. طيب، لما احنا بنخلط الاعشاب دي بنخلطها ازاي، او ايه الفايده اللي هتعم علينا من مضمون الاعشاب دي؟ اول حاجه ان هي بتنشط زي ما قلنا الجسم وبتقوي المناعه جدا وبتحسن الهضم وتخلي المود عندنا او المزاج افضل بكتير وبتدي طاقه ونشاط طول اليوم. يبقى انا كده بستفاد بكل حاجه او كل الفوائد اللي موجوده في الاعشاب معانا. طيب، طريقه التحضير اللي احنا قلنا عليها مهمه قوي، اللي احنا بنخلط كميات متساويه من الاعشاب دي مع بعض وبنطحنها كويس جدا وبنعبيها ببرطمان نظيف طبعا وبنقفل عليه كويس عشان زود الطياره اللي انا محتاجها فيها. بناخد ربع معلقه من ده من الخلطه دي وبنحطها في كوبايه ميه مغليه وبنغطيها 10 دقائق وبعد كده بنشربها. لو عايزين نحليها نحليها بعسل نحل طبيعي زي ما احنا قلنا قبل كده، نتاكد من العسل النحل ان هو طبيعي. طبعا بيتشرب دافي مره واحده في اليوم لمده اسبوعين، وهنلاحظ الفرق بشكل رهيب جدا في خلال اول اسبوع. لو استمرينا عليه الاسبوع الثاني هتلاقي النتيجه هتبهرك جدا وهتفيدك جدا 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 وبالذات للاطفال عشان التركيز. الاعشاب دي هديه زي ما احنا قلنا انها من الطبيعه، فحرام ان احنا نبعد عنها ونروح للكيماويات. بس اهم حاجه نستخدمها باعتدال بالطريقه الصح ليها. طبعا الناس اللي عندها امراض مزمنه ربنا يحفظنا جميعا زي الضغط السكر الكبد الكلام ده كله بنستخدمها بحرص جدا.
لو عجبتك الحلقة دي ما ننساش نعمل لايك ونشترك في القناة ونفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد إن شاء الله. وما ننساش نعمل شير ونعرف زمايلنا والمحبين لينا إن في قناة بتتكلم عن سر الطبيعة اللي هتفيدكم من الطبيعة. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.